جاز المنتخب الفرنسي مقعد في الدور ربع النهائي بعد الفوز على باراغواي بهدف نظيف. سجل مبابي من ركله الجزاء المره الثانيه فقط في البطولات الكبرى. فرنسا تحقق 5 انتصارات متتاليه. مساعد، ماذا تقول عن هذه المواجهه؟ طبعا فرنسا استحقت الفوز، لكن اذا سمحت لي اخوي مشاري انا ودي ادخل مدخل ثاني في المباراه. مدخل مزعج جدا الحقيقه، مدخل يعني يعطي، شوف الافراح والانتصارات اللي قاعده نحتفل فيها، لكن ما حدث في مباراه فرنسا والباراغواي مثال سيء لكرة القدم اللي ما نحتاجها. شوف أنا رجعت بالذاكرة إلى اللي يسمونها مجزرة نورنبرغ اللي في ألمانيا 2006، كانت بين البرتغال وهولندا. تلك المجزرة اللي كانت ضرب وكانت كلها على المفاصل والسيقان إلى درجة 16 صفرة و4 حمراء حصل فيها. الآن بعد كل الفترة اللي فاتت أصبحنا الآن نتحدث عن كادت أن تكون مجزرة أخرى في هذه المباراة. تتحدث عن التحكيم نعم في هذه المباراة الخشنة. مباراة فرنسا والباراغواي صراحة أنا شفت لاعبي الباراغواي وكأنهم حضروا لهذه المباراة لكي يعطلوا من البداية لاعبي منتخب فرنسا بالاحتكاكات القوية. أكبر مساهم في هذا الحدث هو الحكم الأوزبك اللي كان ضعيف. أنا أتوقع أنه ما يقعد في البطولة، أنه بيمشي. هذه الأشياء الحكم ساهم بالتساهل، والشخص يقفز على آخر، الكرة نشاهدها يجي يركله من الخلف ولا حتى يرجع للفار ولا شيء. ساهم بشكل كبير الحكم. من شاهد المباراة عرف أن الأمور اللي حدثت في هذه المباراة تذكر بمجزرة ألمانيا 2006. هذا جانب. الجانب الثاني أنه تعال يا أخي احنا نحتاج إلى وقفة من الفيفا يوضح لنا وش اللي حصل في هذه المباراة. احنا ما نحتاج توضيح على اساس انه لماذا تم التعامل مع فرنسا بهذا الشكل، ولماذا تم الحكم كان غاض الطرف عن فرنسا. هل لو كانت الارجنتين من حدث لها هذا الشيء يطلع لنا الانفانتينو ويعطينا التوجيهات ويعطينا الامور لهالدرجه؟ اي لهالدرجه، لان تصريح عن الارجنتين امس والمنتخب اللي لعب كل مبارياته في جنوب امريكا، يعني ما بينها منتخب يتنقل بأريحية. إذا احنا نتكلم عن مباراة أنا بصراحة الشيء الفني غاب عني بسبب اللي شاهدته، ما أقدر أوصل. شكرا لك صابر. احنا نشوف هذه التدخلات. أمس شفنا صراحة تدخلات كبيرة، لكن سمعنا مساعد. ماذا تقول صابر؟ أنا طبعا الحكم بيشيل جزء كبير من المسؤولية، بس كمان في مسؤولية على الفار، لأنه كانت في لقطات كان المفروض الفار يستدعي فيها الحكم. هو وين الفار؟ وين الحكم؟ ما هو يعني الحكم مسؤول الأول، إنما كمان الفار فين؟ ما هو لما يبقى الطرفين بيغضوا الطرف عن هذه الأمور، ناهيك عن الأجواء السيئة للمباراة. تخيل هي بس غريبة يا صابر، يعني في ظل التحكيم والفار والتعديلات والأكثر إنصاف نشاهد مثل هذه المناظر والتدخلات. كان من البداية المفروض البداية أبجديات التحكيم بتقول إن أنت من الأول بيبقى فيه تحذيرات وبيبقى فيه كروت صفراء وبيبقى فيه بطاقات ملونة بتحذر بيها. هو السؤال وين اللي ما استجابش الكروت؟ تسيبها لحد الآخر عشان خاطر تمنح البعض الكروت، ناهيك بقى عن الجو القاتل اللي لعبت فيه المباراة، درجة حرارة 40. نعم. يعني نرجع للمباراة ودور الحكم. هو ديشان في المؤتمر الصحفي لما سألوه عن نقطة التحكيم قال أنا ما نحبش ندخل كثير في التحكيم، لكن أنتم أكيد شاهدتوا اللقطات الكل. ديشان أكد أنه خلال المباراة وقبل المباراة وأثناء المباراة وبين الشوطين وصى لاعبيه بعدم الاحتكاك بلاعبي الفرنسي، لأنه المنتخب هذا حابب يجر المنتخب الفرنسي لأسلوبه. بما أنك ذكرت ديشام، نتابع ديشام ماذا قال بعد هذا التأهل، ونعود مرة أخرى إلى نبيل نتابع أبرز ما ذكر هذا الرجل. هناك أخطاء لم يتم احتسابها. هذا ما يزعج في كرة القدم، هي سياسة المكيالين، إنه منتخبات لا تعامل بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. هذا ما يخلق حساسيات. احنا لما نشوف منتخب فرنسا وطريقة تدخل، لا بس مكيالين عشان نفهمها تصل المشاهد، ماذا تقصد؟ يعني مثلا التكنولوجيا اللي احنا أشدنا بها والتكنولوجيا الجديدة والكل، الفار يتدخل متى يشاء. يعني في لقطات الفار لم يتدخل فيها وكانت واضحة. طيب تفسيرك؟ الناس نتكلم بصراحة أكثر. قلت لك سياسة المكيالين. يعني مكيالين؟ يعني في منتخبات يحبوها توصل للبعيد ومنتخبات لا لهالدرجة. اي واكثر عادي يعني شفنا اخطاء. احنا في اول مباراة الارجنتين امام الجزائر شفنا انه ميسي ارتكب خطأ، حتى الرجوع للفار ما رجعش للفار الحكم. وين الفار؟ وين التكنولوجيا اللي لو تطلع حبة في عينك من هنا بيشوفوها بالكاميرا.
بس لقطه اعتداء واضح امام الجميع، ما يتدخلوش. الاعتداءات امبارح تدخلات، يعني تدخلات عنيفه، شفنا تدخلات عنيفه. الحكم كانوا مش موجود. طيب السؤال وين الحكم وين التحكيم؟ طيب وين الفار؟ حتى لو الحكم ما شافاش، الفار وين بالضبط؟ هذا هو السؤال. يعني وين الفار في مثل هذه اللقطات؟ لماذا لا يتدخل الفار في مثل هذه اللقطات لحمايه اللاعبين؟ طيب هو السؤال، التحكيم موجود لحمايه اللاعبين كما ذكر نبيل، وامس شفنا تدخلات بالجمله لم يتم احتسابها. شوف مشاري، أنا شاهدت المباراة، ويمكن هذه واحدة من أسوأ المباريات التي كان في طرفها منتخب فرنسا. منتخب فرنسا لعب مباريات رائعة جدا واستمتعنا بها. هذه المباراة أبدا أنا ما شعرت أنني استمتعت فيها. لم أستمتع فيها لسببين اثنين. أولهما أن المباراة جرت تحت أجواء مناخية لا تطاق. صعب جدا أنك تلعب في هذه الأجواء يا أخي. لا يستحيل انك تنتظر من لاعب مثل مبابي اوليشي ولا باركولا ولا ديمبلي. ايضا ديمبلي انه يعملوا لك هذوك السبرينتات. لا بس ما ذكروا الزملاء في مساله التحكيم والاخطاء. انا جايك والعنف. الحاجه الثانيه ان المنتخب الفرنسي اكره على ان يلعب مباراه في هذا المستوى. انا اقول لك شيء، العنوان العريض لهذه المباراه كان هناك اغتيال صريح لكره القدم الجميله. اغتيال صريح، لان ما فعله المنتخب الباراغواياني قد افهم أن يكون المنتخب الباراغواياني يعرف أن هذه إمكانياته، لكن ماشي بهالطريقة، ماشي بهالطريقة ديال الكسر وديال الضرب وديال. شاهدنا مباراة المغرب يا رجل، المغرب وكندا 8 كروت صفراء. حكم انجليزي. لماذا غابت الكروت في مباراة مصر؟ تصدى مباراة فرنسا لماذا؟ انا اتساءل ايضا، الحكم الاوزبكي كان ضعيفا في كل المستويات. يمكن غرفة الفار ما ندت عليه في حالات معينة، لكن ادارته للمباراة كانت ادارة سيئة. والمفروض ان الحكم عندما يتواجد في مباراة ليحمي اللاعبين، انا لا اقول ليحمي النجوم، ليحمي اللاعبين. هل حمى مثلا كيليان مبابي؟ هل حمى عثمان ديمبلي من كل الاعتداءات؟ وذكر انا اضطريت في 2018 لاخراج امام اورجواي لحمايه مبابي. ذكر حتى ان مبابي نفسه يا مشاري صرح تصريح خطير. بما انك ذكرت مبابي، نستمع لكيليان مبابي صاحب تسجيل الهدف الوحيد من ركله جزاء. ماذا قال؟ صديقي العزيز أشرف حكيمي أكيد كتب لي يهناني، لكن مواجهة ستكون عاطفية. تعرف فحوى الرسالة؟ شنو فحوى؟ التقطت فحوى الرسالة اللي وجهها له حكيمي لمبابي. شنو؟ أول ما انتهت المباراة نتاع فرنسا باراغواي قال له مرحبا بك من جديد يا صديقي. على أساس أنه لكن هناك كلمات معبرة هم في طريقتهم انتصرنا عليهم. طيب هو يقول لك على أننا نحترم كل فريق يلعب بطريقته من أجل أن يفوز. نعم. وهذه طريقتهم، لكن احنا فزنا عليهم بطريقتهم. جميل مساعد. شوفوا الأهم في هذه اللقطة طبعا الصداقة شيء طيب، لكن الأهم في هذه يقول لك لاعب الباراغواي كانوا يعتقدون أننا حضرنا للمباراة بملابس بدل رسمية، نبي نستعرض، لكنهم بما معنى كلامه بعد أنهم أجبرونا على أن نعاملهم بالعنف اللي بدأوا فيه. والدليل ليتضح من كلامه انه ما دام الحكم تساهل يقول بدانا نعاملهم بالعنف، اذا مثل هذه المباريات مساعد بما انك حضرت ما شاء الله مباريات بالابيض والاسود انت وبدر يعني كثيره زين، لكن حاضرينها شايفينها بالراديو اسمها راديو. مثل المباريات يعني اذا كانت فارق امكانيات استفزك عشان تطرد، عشان تطلع من اجواء المباراه، عشان انتصر عليك. ايوه، لكن اللي شفناه احيانا الكلام اللي قلته يا مشاري صحيح. عمليه الاستفزاز، الكلمات البعيده، وعشان الاشياء ما خليك تركز، لكن ما ترك، لكن يضرب يركله كذا عينك والحكم غايب. أسوأ حكم في البطوله انا اعتقد حتى في بدايه التصويت. صابر يمكن لحق على الراديو يا مساعد. انا لحقت من قبل الراديو كمان. كنا بنعرف النتيجه من ايام الكره الشراب. ما تشوف يسوي كذا على كان بنعرف النتيجه بالتلغراف. انا بقول لك ان مبابي وصل لمرحله عاليه جدا من النضج. تصريحاته بعد المباراه بتقول انه وصل لمرحله كبيره جدا من المرحله الاحترافيه. حتى في لقطه ما بين 3 لاعبين يستفزونه ولا استفز. اللقطه دي اتكررت اكثر مره، ما دي اللي انا كنت عايز اتكلم عليها. انا لاعب في وسط الملعب ويجيني 3، ده يضربني من هنا وده يزقني من هنا وده يخبطني، وطبعا اكيد السباب موجود، وهو بكل بيبتسم وخلاص وساكت وبيبعد عن ده، وده يجي له ال3 يخرج منهم ويمشي، يجي له لاعب رابع ودي كل ده تحت سمع. يا راجل احنا وصلنا لمرحله دلوقتي ان احنا بنطرد اللاعب اللي بيحط ايده على بقه وهو بيتكلم. طب اللاعب اللي بيجي يضرب ده ما تجيش ناحيته اي لاعب. 90% من اللعيبه مكان مبابي كانوا هيردوا على العنف بعنف ثاني وينطرد، وان احنا نحرم من مبابي في المباراه. مبابي سجل هدف 19 في كؤوس العالم.
وعادل ميسي في صدارة النسخة الحالية بأقل عدد مباريات لاعبا. احنا بنشوف بطوله داخل البطوله، احنا عندنا 2 دلوقتي احرزوا 7 اهداف، عندنا 2 احرزوا 5 اهداف، عندنا 4 لعيبه كل واحد فيهم احرز 4 اهداف. نعم. بنشوف منافسه شرسه، بطوله اخرى داخل البطوله. ماذا يقول نبيل عن مبابي؟ مبابي هو دي شون اليوم لما سالوه على النقطه هذه قال انا لهذا السبب مبابي هو قائد منتخب فرنسا، لانه القائد لازم يتحلى بكثير من الخصال، وهذه واحده منهم اللي كان يتحدث عليها سابقا. انا نحب اللاعبين اللي يعرفوا يصرحوا، خاصه التصريحات مهمه جدا. جانب التصريحات بالنسبه للمدربين او بالنسبه للاعبين خاصه النجوم مهمه جدا. انا لما نشوف اليوم مدرب كندا بعد المباراه يقول احنا لعبنا احسن من المنتخب المغربي، يعني اكثر من نقطه استفهام، وهذا كان حديث كثير من وسائل الاعلام بالانتقادات اللي صرحها. جميل. إذا فرنسا استحقت بهذه الفرحة، كانت في باريس، تغطيتنا مستمرة.